الا كان عندك الثقاف غادي يحيد، ولا كان عندك التعطيل ديال الزواج غادي يحيد، ولا كان عندك المشكل ديال الوجه ديالك كيتسيف غديري هاد الوصفه وغديري معاها هذه كل ليله حتى هي 7 ايام. حتى العيالات اللي مزوجين كيوقع لها خصام في الدار مع الراجل ديالها، كيبقى كيشوفها في واحد الصوره قبيحه، كيخرجوا لها الحبوب في الوجه ديالها، الكلف، الطبايع. السلام عليكم، هذه وصفه وطريقه للبنات اللي عندهم المشكل ديال التعطيل ديال الزواج، التاخير في الزواج، او البنات اللي عندهم مشكل في الوجه ديالهم، الوجه ديالهم كيتبدل اولا كيخرج فيهم الكلف، كيكون عندهم سحر ديال الصور اولا كيكون فيهم العارض المس، وكيدير لهم هذا المشكل هذا كيخربق لهم الحياه ديالهم وكيخليو اعراض تبان عليهم باش يوقع نفور من الزوج، يعني ما يتزوجوش. كاينين بنات وقعوا في هذا المشكل هذا من بعد ما كانوا مخطوبين والراجل كيجي للدار بطبيعه الحال كيخطبهم، ملي كيكونوا غادي يكملوا كيوقع مشكل يا منها يا منه. وهاد البنات هادو كيوقع لهم هاد المشكل هذا بزاف، كتكون موعده ولكن ما كتكملش، ديك الصفه ديالها كتبدل ليها، مره تبان زوينه مره تبان قبيحه. وهذا بطبيعه الحال كيكون مشكل ديال سحر الصور او لا من العرض اللي كاين في الجسد. بالنسبه لهاد البنات هادو غادي نعطيهم واحد الوصفه، واحد الطريقه زوينه ومجربه. بالنسبه للبنات اللي عندهم المشكل ديال التعطيل ديال الزواج، التاخير في الزواج، كتحسي براسك اختي انك كما كنقولوا مشي عليك التران، كتخطبي شحال من مره كيوعدك بزاف د الرجال ولكن ما كتكمليش، كيكون عندك التعطيل. غنعطيك واحد الوصفه زوينه بزاف. والمشكل ديال الوجه اللي كيتبدل الا كان كيوقع لك هذا المشكل، ديري هاد الوصفات بجوج. وهاد الوصفه ديال الوجه كتوقع حتى للعيالات، حتى العيالات اللي مزوجين كيوقع لها خصام في الدار مع الراجل ديالها، كيبقى كيشوفها في واحد الصوره الحبوب او داك الكلف ما كيبراش منها. هذا بطبيعه الراجل يشوفها هكا. حتى انت بنفسك كتلاحظي هذه القضيه، سواء البنات سواء العيال. هذا المشكل بزاف د البنات دخلوا عندي الوالدين، وحاولي تشاركي هذه المعلومه مع صحاباتك مع العائله باش كل شيء يعرفوا يستافد وناخذوا الاجر ورحمه الوالدين. حتى الا ما شاركتيش الفيديو حاولي اختي ولا خويا حتى انت توصل هذه المعلومه لشي وحده من العائله ديالك ولا اختك ولا اي وحده كتعرفها، وصل لي هذه المعلومه هذه. بالنسبه للبنات اللي عندهم التعطيل في الزواج، هادو عندي في الدار، حاولت انني نجيبهم لكم هكا على شكل بول. غتاخذوا معلقه من كل صوره كتقرايها 7 المرات. ومن الاحسن هذا الماء يكون ديال البحر اولا ديال الشتاء، وغتغتسلي به كل نهار لمده ديال 7 ايام. الا كان عندك الثقاف غادي يحيد، ولا كان عندك التعطيل ديال الزواج غادي يحيد، ولا كان عندك المشكل ديال الوجه ديالك كيتسيف، غديري هاد الوصفه وغديري معاها هذه كل ليله حتى هي 7 ايام. غتجيبي زلافه اختي، الوجه ديالك كيتبدل كيتسيف مره زوينه مره قبيحه. شوف اختي ما تدوخيش راسك بزاف، جيبي الماء ديريه في زلافه، قراي عليه ايات الكرسي والفاتحه والمعوذات، وغديري فيه 3 ديال الورقات ديال سيدنا موسى، 3 د الورقات ديال سيدنا موسى. من بعد ما تقراي ايات الكرسي والفاتحه والمعوذات على هذا الماء، وهذه تغطيه وهذه تخليهم يباتوا. وفي الصباح منين غادي تفيقي تزولي هاد الوريقات هادو ديال سيدنا موسى، وهذا الماء هذا اللي غادي يبقى غادي تغسلي وجهك فيه في الصباح بكري. كي تفيقي هو الاول تغسلي به وجهك، غدومي عليها المده ديال 7 ايام. حتى الاغتسال بالعرعر واوراق السدر مطحونين حتى هو غديريها 7 ايام. الا كان عندك غير التعطيل والوجه ديالك صافي ما عندك شي مشكل ديال شي اعراض كما كنقولوا ديال الكلف او لا حبوب او لا شي حاجه من هذا القبيل، ديري غير العرعر. ولكن الا كان عندك المشكل ديال الوجه ديري حتى هذه الوصفه هذه. كنظن الفكره راها واضحه وسهله. اي حاجه ما عرفتوهاش ولا ما فهمتوهاش خليو في التعليق ولا في البريفي ونحاول نجاوب كل شيء. والله يشافي والله يعافي الجميع، وكاع اللي باغيه تتزوج وباغيه الحلال الله يسهل عليها في هذا النهار هذا. والسلام عليكم.